حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني، انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى يا جماعه عاملين طاجن فريك باللحمه والجلاش. عايزه اقول لك شكله خطير. تقديمه كده في العزومات بجد حلو جدا جدا زي ما انت شايفه كده. طعمه حقيقي حلو جدا جدا، حاجه كده مختلفه وجديده. وبجد جربي وصدقيني هتدعيلي. بصي الجمال، بصي الفريك عامل ازاي، واللحمه حرفيا دايبه دايبه جدا، بتدوب في البق بجد خطيره. بصي يعني انا مش عارفه، بصي بالمعلقه وبتتقطع ازاي. و يعني مش عارفه اوصف لكم جماله بجد. لازم تجربوه بنفسكم وتشوفوا قد ايه هو حلو جدا. الجلاش مع الفريك كريسبي كده، الجلاش كريسبي مع الفريك طري كده، طعم في البق خطير. يلا نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ونشوف المقادير والطريقه بتاعت وصفتنا. اول حاجه بروح على البوتاجاز، بحط الصينيه بتاعتي وبحط عليها بقى كده ايه مستكه كده، فصين مستكه، ورشه من الكزبره الناشفه، ورقتين كده لوري، ورشه من الحبهان البودر. وابدا بقى انزل اللحمه بتاعتي علشان تتحمر. هنا صينيتي لازم تبقى سخنه جدا 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 يا جماعه، لازم تبقى سخنه. ما ينفعش انزل السمنه اللحمه قصدي، والسمنه تكون ما سخنتش معايا، تسخن. بصي مطلعه دخان ازاي كده بقى، اتاكدت انها سخنت كويس. انزل بقى باللحمه قطعه ورا التانية، استنى كده سيكة يعني ثانية كده بين كل قطعة وقطعة، منزلش مرة واحدة عشان صينيتي ما تبردش. كل الخطوات دي ليه بقى؟ علشان اللحمة تفضل جوسي وطرية معايا، تحتفظ بالعصارة بتاعتها جواها، ما تنزلش اي مية او اي سوائل من اللحمة، فتفضل كده جوسي وطرية معايا. لما اجي اكلها كده تبقى طرية في بقي وطعمها حلو جدا. خدي بالك من الخطوات والتركات علشان الوصفة تطلع معاكي زي الفل ان شاء الله. بعد ما اللحمة اخدت لون كده زي ما انتوا شايفين، اقلبها بقى على الناحية التانية وتتحمر معايا كويس جدا. التحميرة دي بقى بتعمل ايه للحمة؟ بتخليها جوسي، بتخليها طرية، بتديها لون زي ما انتوا شايفين كده. بعد ما بسلوها بتفضل كده متحمرة وشكلها حلو معايا هيبقى في الطاجن. وكمان بتسرع من عملية التسوية بتاعتها. بس كده بعد ما اللحمه بتاعتي اخدت كده لون من كل الاتجاهات كويس معايا بالشكل ده، لو في يعني جنب كده مش متحمر، لا اتاكد انها اتحمرت من كل الاتجاهات حلو جدا. وبعد كده بقى ابدا في ان انا اطلعها. بعد كده بقى هبدأ ان انا اسلق اللحمة. هجيب حلة كده فيها مية بتكون بتغلي على البوتاجاز، وهحط فيها بقى بصلاية متقطعة اربع، طماطماية متقطعة اربع، جزراية، كل الكلام ده علشان الشوربة بتاعتي يبقى طعمها حلو، ومنكهات كده تخلي الشوربة بتاعتي طعمها حلو جدا. انزل بقى باللحمة اللي انا حمرتها كده في المية السخنة بالشكل ده لغاية ما بخلص الكمية اللي معايا يعني، واغطي الحلة بقى واسيب اللحمة بتاعتي تستوي على الاخر يا جماعة، تستوي كويس. على بقى ما اللحمة تستوي تعالوا نحضر طاجن الفريك بتاعنا. اول حاجة انا هنا عندي نص كيلو من الفريك. الفريك بنقعه في المية الاول، بحطه كده حوالي نص ساعة كده او ساعة في مية، واسيبه كده يتنقع شوية، وبعد كده اخده اشطفه كويس واصفيه. بعد كده بقى عندي بصلاية كبيرة متقطعة، وعندي كمان فلفل ألوان، نص فلفلاية أحمر ونص فلفلاية أسمر، فلفلاية أخضر رومي، وعندي طماطماية مبشورة، وحوالي كده جزراية مبشورة، ومعلقة صغيرة من الثوم المفروم. وعندي بقى التوابل عبارة عن نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة، ونص معلقة صغيرة برضو من الفلفل الأسود، وعندي رشة من الزعتر، ورشة من السكر، وطبعا الملح ما ننساهوش. وعندي كمان مش محطوطة هنا في المكونات، بس عندي برضو معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. هروح بقى على البوتاجاز وهحط نفس الصينية اللي انا حمرت فيها اللحمة عندي، هي اللي انا هنزل فيها البصل. هنزل فيها بقى البصل كده واقلبه يدبل بس يا جماعة، مجرد ما يدبل بس كده، مش بحمره ولا حاجة يعني، ما يبقاش معايا تقلية يعني. وهنزل على طول بالجزر المبشور بالشكل ده زي ما انت شايفة معايا. بعد كده هنزل كمان بالفلفل الالوان. كل الحاجات دي بقى هتديني طعم حلو جدا جدا للطاجن بتاعي. فلفل الالوان اكون مقطعاه صغير جدا جدا يا جماعة، صغير، اصغر تقطيعة عندك.
بعد كده بقى بقلب بقى كل الحاجات دي مع بعض كده، البصل مع الجزر مع الفلفل الالوان، اديهم كده تشويحة حلوة مع بعض بحيث ان الخضار ده يدبل هو كمان معايا. بعد ما يدبل كده معايا الخضار اروح نازلة بالثوم المفروم واقلبه كده لغاية ما ريحته تطلع معايا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بس كده بقلب في التوم معايا لغاية كده ما اشم ريحة التوم، وريحة التوم تطلع كده معايا. اروح بقى نازله بعد كده بالفريك اللي قلت لكم نقعته في الميه شويه. لازم خطوه النقع دي يا جماعه لان الفريك بيبقى ناشف شويه، فلازم بنقعه في الميه. وابدا بقى في ان انا اقلب بقى الفريك مع الخضار بتاعي بالشكل ده لغايه هو كمان ما ياخد تشويحه حلوه كده مع الخضار ويبدا كده يتشوح معايا كويس. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد كده بقى هنزل بالتوابل اللي معايا كلها واقلبها هي كمان في الفريك بقى والخضار لحد ما ريحه التوابل كده تطلع معايا. وبعد ما ريحه التوابل تطلع بقى اروح نازله بالطماطم المبشوره زي ما قلت لكم كده، حوالي طماطمايه مبشوره، طماطمايه كبيره، ومعلقه كبيره من صلصه الطماطم اللي هي الصلصه الجاهزه المعلبه. وبعد كده بقى بحط كوبايه من الشوربه، كوبايه واحده بس على الكميه دي. زي ما انتوا شايفين كده الفريك قصدي الشوربه مش مغطيه الفريك ولا حاجه، شويه شوربه بس قليلين كده يكملوا لي تسويه الفريك معايا. بس كده اغطي عليه بقى واسيبه على نار هاديه يستوي ويبقى جاهز معايا. بعد ما يستوي بقى هحضر الطاجن اللي انا هشتغل فيه، بدهنه بقى كويس كده بقى بالسمنه من كل الاتجاهات كويس عشان لما اجي اقلبه يتقلب معايا بمنتهى السهوله. وابدا بقى احط ورقه جلاش معايا زي ما انت شايفه كده، بحط ورقه الجلاش نصها بره ونصها جوه الطاجن لحد ما يبقى الجلاش معايا متقفل كده حوالين الطاجن كله داير بالشكل ده. وادهن كده احط كمان طبقة تانية وادهن سمنة بين الطبقات علشان يبقى الجلاش مورق معايا بالشكل ده زي ما انتوا شايفين كده. ابدا كده اهو واحط كده ورقه اطبقها واحطها من تحت علشان الفريك بتاعي لما ينزل ما يبوظليش يعني الفريك ما يتقطعش، قصدي الجلاش ما يتقطعش مني. واروح نازله بقى بطبقه الفريك الاولانيه وبعد كده ارص اللحمه بتاعتي بقى بعد ما استوت واتسلقت قلت لكم كويس للاخر. احط بقى اللحمه بتاعتي بالشكل ده ارصها وبعد كده اروح نازله بطبقه فريك تانية عليها بالشكل ده. شايفين الجمال، شايفين شكل الطاجن والطبقات حلو جدا جدا. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. بعد كده بقى ببدأ اقفل طبقات بقى اللي بره، الورق اللي بره ده كده على الفريك بتاعي، وبرضو بدهن بين الطبقات كده سمنة علشان يبقى مورق معايا وتحفة جدا. ابدأ بقى كده اقفل كويس اهو كده كل الورق اللي معايا اللي بره بقى اقفله كده على الفريك بالشكل ده، وارجع احط بقى ورقة تاني من فوق كده عشان الشكل يبقى حلو واقفل بيها الطاجن من فوق، ورقة كمان علشان اتأكد ان الايه ان ان لما اجي اقلبه يبقى الجلاش محوطه من كل الاتجاهات ويبقى مقفل كده على الفريك والفريك بتاعي ما يطلعش بره. بس كده وادهن كويس وادخله بقى الفرن على درجة حرارة متوسطة. كل حاجة معايا مستوية يا جماعة، مجرد بس الجلاش بيتحمر معايا. اول ما الجلاش يتحمر بالشكل ده وياخد لون معايا كده اروح على طول مخرجاه وكده بقى جاهز معايا. وشوفوا بقى جماله يا جماعة، جربوه بجد هيعجبكم جدا، شيك جدا في العزومات، في التقديم حلو جدا جدا، طعمه خطير. فكرة الجلاش كده فكرة جديدة وحلوة جدا جدا. جربيه وصدقيني انا متأكدة وواثقة انه هيعجبك جدا جدا جدا. يلا بقى لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناة. وهستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم لان بجد رأيكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. ولو عايزين اي وصفة قولولي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جاية كتير مع بعض ان شاء الله. يلا باي باي يا حبايبي.